تقدير هو عنده وقت حصة إضافية أخرى. أنا متصور ربما حتى لو معناها عاطف ماوى باش يسدد زوز رميات حرة، مازال ثانية واحدة وعاطف ماوى عنده زوز رميات حرة. 85 مازال الثانية واحدة وعاطف ماوى عنده زوز رميات حرة في غاية الأهمية. ينجح في الرمية الحرة الأولى عاطف ماوى، هو اللي جاب الحصة الإضافية بالتسجيل وربيع كيف في الفترة في ال 40 دقيقة ربيع على ذكر رمية حرة. عاطف ماوى وتسديد الرمية الثانية. 85 لشبيبة القيروان والامتلاك الأخير وتسجل السلة الأخيرة لنعيم بفلة. تسجل السلة الأخيرة لنعيم بفلة بطريقة ممتازة للغاية. مبروك للنادي الافريقي ومبروك كذلك لشبيبة القيروانية على هالفريق الممتاز اللي عندها. نهاية المباراة تمت بطريقة يعني ما نجموا نشاهدوها كان في قاعات كرة سلة أوروبية أو أمريكية. في الحقيقة شبيبة القيروان قدمت مستوى عالي جدا في هذا اللقاء، وقبل أقل من ثانية كانت فايزة بالبطولة. رمية يائسة في الحقيقة لنعيم بفلة، رمية يائسة لكنها تسوى 3 نقاط وتعطي أسبقية 88-87 أمامنا الإعادة. مبروك للنادي الإفريقي بأول بطولة في تاريخه في كرة السلة. مبروك لهالنادي اللي قاعد يقدم في مستوى ممتاز. عادة تاريخية صارت نعيم بفلة في الحقيقة تاريخية. مبروك للنادي الإفريقي، مبروك لشبيبة القيروان على هاللاعبين الممتازين وعلى هالشبان وعلى هالاندفاع وعلى هاللعب الى اخر الثواني. في الحقيقة بطولة حكمت فيها تسديدة من وسط الميدان، تسديدة امامنا الاعادة متاعها في وقت كان شبيبة القيروان تحتفل بالبطولة وفي وقت كان جمهور القيروان يستعد للاحتفال. رمية اخيرة قبل عشر ثانية ان صح التعبير من نعيم بفلة تهدي اول بطولة للنادي الافريقي. يعني لا مباراة اولى حسمت النهائي، لا مباراة ثانية حسمت، لا مباراة حاسمة، لا وقت قانوني ولا حتى 5 دقائق اذا اعتبرنا انه التسديدة الاخيرة تمت في الثانية الاخيرة. شكرا على المتابعة، مبروك للنادي الافريقي، حظ اوفر لشبيبة القيروان وعودة لزميلنا عبد الرحمن العش. شكرا ربيع، اجواء كبيرة على طريقة كرة السلة الامريكية المحترفة. نمشيو الى فاصل.